بصوا بقى ايه رأيكم في الأكلة التحفة دي؟ خطيرة 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 وريحتها جميلة وعليها رشة البقدونس كده. اوعى بقى. بصوا الكبدة عاملة ازاي والكفتة مستوية وكله مستوي والكلاوي وكله مستوي ما شاء الله. حطيت لهم هنا بقى البقدونس في الرغيف كده، طبقت الرغيف زي ما انتم شايفين كده زي المحلات اللي بره يا اخواتي. وحطيت لهم بقى كده الخلطة اللي انا عاملاها دي وعليها رشة الطحينة بقى. واوعى الله يا سلام، احلى سندوتش عندي في حياتي ده. هنا حطيت حتة الدهنة كده وعليها الكلاوي طبعا مغسولة ونضيفة بحبة خل وشطفتها حلو وسبتها تصفى خالص. وبعد كده بقى جبتها حطيتها كده مع حتة الدهنة كده مع حبة زيت، قلبتهم كده زي ما انتم شايفين عشان هي بتستوي شوية زيادة، فحطيتها هي الأول. بعد كده حطيت على جنب بقى، حطيت الكفتة على جنب برضو. الحاجة اللي بتستوي قوي هي اللي بحطها الأول، فطبعا الكلاوي بتاخد سوا أكتر. بعد كده الكفتة، بعد كده البصلة بقى، وهقلب كله كده تقلبتين كده. ما حطيتش لسه اي بهارات ولا اي حاجه، حطيت بقى اهو الملح والبهارات والفلفل الاسود وكمون. هي دي كل التوابل اللي انا حطيتها، مش اكتر من كده بس. قلبت بقى كده لان بعد كده كله هيتلخبط في بعضه اصلا، والكفته متبله جاهزه. فهنا حطيت هنا برضو فلفل اخضر كده، قرن فلفل كبير كده قطعته زي ما انتم شايفينه حطيته عشان يديها نكهه حلوه كده. وادي هنا بقى الكبده اخر حاجه وعليها حته التومه دي، وهقلبها برضو كده تاخد تقلبتين. هشوحها وعليها بقى فص الليمونه بعد ما تستوي كده شويه، عليها فص الليمون كده. وبعد كده كله على بعضه بقى. بصوا عايزه اقول لكم اكله خرافه وطعمه وتحفه، واحلى يوم في غدا عندي ده بصراحه اما بتغدى الاكله دي. هنا بقى خلاص كده زي ما انتم شايفين المنظر الاخير كده، واقول لكم بقى باي 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 باي. صح، ما تنسونيش في السندوتشات كده عشان تشوفوا السندوتشات اللي انا عاملاها، وما تنسونيش في اللايك والشير بقى والسبسكرايب. باي باي.